من ورقله الاسد. نعم. أنا عندي 40 سنة. نعم سيدي. طول صغير جواد الشيباني قالنا يحكم فيها أمازيغي ويعدل. إن شاء الله. وقال ثاني أمر وقت آخر، قال لك أسباب هلاك الجزائر الصحراء الغربية. إيه؟ هذه للأمانة أني قلتها لك وتعرف براسك. ما نقولكش خسر، اللي يخدم وهو خاسر ماهوش خدام، ولكن الإنسان يقنع باش توصل اليوم مهما كانت المشاكل. يقول لك تغذية الغذاء تاع الأنعام وهذه ما كان باش غير تفكر، مجرد تفكير باش تبيع كبش ولا ب 17 مليون، هذا حرام. أنا عندي سي با في بلاد الغلم عندنا 17 مليون، فيه ناس ومستقبلا غادي يشوفوها تكون فيه قوانين صارمة اللي يمس النعجة أو الرخلة كما نقولوا احنا في المناطق تاع لوكسمبورغ لانيال، هذا يخلصها غالي. يبيع الخروف ولا يبيع الكبش. لانيال سي بور لا ريبرودكسيون، مش انت جرك السعر نتاع اللحم ب 2000 ولا 300 3000 دينار تمشي تذبح الخروف. اذا لازم نحافظ على الثروه الحيوانيه. السلام عليكم. فين ما كيخرج علينا بجيدو بشي خطاب ولا لقاء صحفي الا كنلقاو فيه بزاف ديال الرسائل ولا شويه ديال التقشاب، واليوم غنتكلموا شويه على هذا الخطاب اللي قال فيه بزاف وما قال والو في نفس الوقت، ولكن خلينا نضحكوا شي شويه. وملاحظه مهمه اللي في كاع الخطابات ديالو كيدير كوبي كولي ديال داكشي ديال المغرب، وملي شاف المغرب ما بعيطش هما بغاو يضحيو زكاره في المغاربه. ولكن الغريب في الامر ان اول خطره كنسمعوا الثروه الحيوانيه عندهم، وهما معروفين ما عندهم لا ثروه حيوانيه، ما عندهم حتى حاجه ابار الغاز والبترول، ما عندهم حتى شي حاجه، كلشي كيستوردوه. والمغرب عارف شنو كيدير، خصوصا ملي خد سيدنا الله ينصرو القرار ديال ما غنعيدوش هذا العام، وكتكلم على الثروه الحيوانيه وبان النعجه ما غادي تذبح من هنا واحد العام حتى مارس 2026. هنا تيبان لك المخطط والنظره الشموليه والنظره المستقبليه اللي كيدير المغرب في المسائل ديالو. هما ما تيبغيوناش وما تيحملوناش، ولكن تيبغيو يعيشوا العيشه ديال المغربي، سواء في الفخامه ديالو، سواء في اللباس ديالو، سواء في الماكله ديالو، سواء في الصالون ديالو المغربي. وكيديروا التقليد الاعمى اللي كنشوفوه في العراس اللي بغاو صحه يدخلوا النقافه ويدخلوا العماريه. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron.
On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est deux États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine. Les deux présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. في هذا الخطاب بين تبون انه كيتوسل لماكرون باش يرضي عليه وتيقول بانه مستعد يفتح حوار معاه ويحل جميع المشاكل. وهنا كتبان ديك العجرفه والتفرعيل الخاوي ديال النظام العسكري ما بقاش، لان في هذا الشيء كيبان انهم دايرين شي زبله، خصوصا ديال معلم صنصال اللي كلشي تيقول بانه توفى على يديهم، وداك الشيء علاش داروا ليه محاكمه بزربه وضربوه ب10 سنين. تبون في هذا الخطاب بين على الدل ديالو باش فرنسا ترضي عليه، وعرف ان العقوبات الفرنسيه جايه، وهاد العقوبات هي اللي غتريب لهم الحفله وتسقط هذا النظام المريق. وما نساوش القرارات الاخرى اللي خداتها فرنسا بخصوص المسؤولين ديالهم اللي داخلين فيهم السفراء ديال الدول وولادهم والاقارب ديالهم، وبزاف اللي واصلين تقريبا لواحد 800 شخص اللي كتمشي فلوس صحيحه على حسابهم، وعرفوا بان بلا فرنسا ما كيسواو حتى حاجه. وكيف قال تبون غادي يقول 3 ديال الكلمات باش ما يطيحش في شي حاجه ما هي سياسيا اكثر من اللي واقع دابا حاليا. النقطه المهمه اللي بالنسبه لتبون هو ماكرون، واخا قال النائب ديالو باش يخدموا جميع، واخا كان سوء الفهم والمسخوط ديال هاد مجيدو، انت حرشتي عليه المؤثرين ديالك اللي كاينين في فرنسا وداروا البلباله تما وهددوا الناس اللي قالوا ماناش راضي، وزيد البقره الحالوب وزيد وملي بدات المحاكمات كلشي دخل الغار ودخل سوق راسو. ثم شفنا دولة متقدمة تسمح للضباط نتاعها وصف الضباط نتاعهم انهم يقطعوا الراس تاع الشهيد ويدوه لبلادهم كوم كوب. اكثر من 500 جمجمه راها موجوده عندنا ما قدرناش نرجعوها، رجعنا في 24 فقط. هذه هي الحضاره اللي جبت لي. اذا اعرف باللي ذبحت وقتلت ارواح نجمعوا في طاوله وجبد واش كاين واعترف. انا نعترف بك باللي راك رجعت لوعيك نهار اللي في قلب العاصمه نتاعك يكون تالت قد بالحملاوي نتاع الامير عبد القادر. هذا الشيء ديال النظام العسكري عنده تفسير واحد وحنا عارفينه، لان هذا النظام ما عندوش العقل، حيت ما كاينش عندهم شي تصور مستقبلي، لا افكار لا تصور لا ابتكار لا والو. عندهم حاجه وحده هي المغرب، اي حاجه دار المغرب كيتبعوه في الهضره ديالو، والتطبيق ما كاينش حيت ما كاينيش الرجال عندهم، بحال تحليه المياه، طريق الويدان، اليوم الثروه الحيوانيه. وكيف كيقول المثال اللي شافته غنو بغات منه، وكيبان بان بلا مغرب الجزائر ما غتقلب على والو حيت عايشين على تقسيم المغرب. Visite officielle effectuée par les politiques français au Sahara occidental, envers l'Algérie. تبقى دروك السؤال تاعك تاع فيزيت سهرة اوكسيدونتال. Le jour où je comprendrai, je vous expliquerai. 50 عام ديال الخسران الفلوس والعداء مع المغرب، وعائلات شتو فرقوا لهم على ولادها، وسؤال بسيط ما عرفش يجاوب. سبحان الله، على ما كيضحك مجيدو. واش قال لي شي واحد حنا مكلخين بحالو؟ La France et le Maroc, même avant notre indépendance, s'entendaient très bien. Et jusqu'à présent, grand bien leur face. Et ça ne nous dérange pas,
et nous ne réclamons pas d'un contentieux quelconque contre les deux pays. À faire ça de manière aussi ostentatoire, ça pose problème. On sait que dans le dossier du Sahara occidental, la France a toujours été du côté du Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Mais pourquoi des visites aussi, de manière aussi... Ça dérange la légalité. عجبني باللي اعترف بمغربية الصحراء وقال حنا كنعرفوا العلاقة اللي كاينة ما بين المغرب وفرنسا حتى قبل الاستقلال ديال الجزائر وحتى اليوم، وهذا الشيء ما كيزعجهمش، وحنا ما نقدروش ندخلوا بيناتهم، وبأن فرنسا كانت ديما في صف المغرب. وفي نفس الوقت قال علاش هاد الزيارات المتكررة بهذه الطريقة للأقاليم الصحراوية. هذا الشيء كيدير إزعاج للشرعية الدولية، يعني كيتناقض مع راسو، وهذا الشيء اللي قال ماشي هو هذاك. حاجة أخرى اللي كنلاحظوها ديما في الكوليسات ديالو وهي التصوير عيان، وبين بأن الأسئلة كتعاود لأن الأجوبة ما كتكونش هي هذيك. زيد حاجة أخرى اللي مهمة وهي الكلام اللي مشلض بالفرنساوية وبالعربية بحال شي شلاضة محطوطة، وديما كيدير بحال هاد الكوليسة اللي حنا كنديرو بأحسن منا غير مع صحابنا في القهوة. وهنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون عجبكم. ما تبخلوش عليا بالكومنتير والبارطاج باش تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه. شعارنا الخالد الله الوطن الملك ولا غالب إلا الله.